السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم حبايبي وحبيباتي في قناتي، قناة الملكة وأبنائها. هنا نقعد مع بعض شوية في شوية مواضيع إن احنا نتكلم فيها بدون إطالة عليكم. أول موضوع عندنا اللي هو موضوع التوبة. إيه هي التوبة؟ إن أنا عايزة أتوب إن أنا هو الندم على عمل ذنب إيه معين. طيب، لكل انسان فينا لنا ذنوب، وكلنا اغلبيه البني ادم نفسه، مش هقول لك كلنا، اغلبيه الشخص نفسه في ذنوب. في ذنوب بقى ايه؟ في ذنوب ظاهره وذنوب ايه مخفيه اللي هي سريه. طيب، هل مثلا استهون مثلا ببصه ولا بنظره ولا بكلام على حد، او احقد على حد، او ابص لعيشه حد والكلام ده كله؟ لا، دي كلها ايه؟ ذنوب. طيب، في ذنوب بقى لا يعلمها الا الله، ذنوب ظاهريه، ان انا ابص لحد، اتكلم مع حد، ازعق مع حد، اشتم حد، او اخد حق حد، او استقوى على ضعيف. ربنا يرحمنا برحمته يا رب في الزمن اللي احنا فيه. في ذنوب تانية مغطاة سرية، اللي هي ايه الذنوب ديت؟ اللي هي الذنوب ما يعلمهاش غير ربنا. فبالتالي لما باجي اعمل الذنب ده، اقوم جايه بقى اقوم قايله ايه؟ لا، ده انا عملت ذنب كذا كذا كذا، واتفاخر باللي انا عملته، واحس ان ده عادي يعني. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن حاجه زي كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امتي معافاه الا المجاهرون. الا المجاهرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافاة إلا المجاهرون. المجاهرون دول مين؟ اللي هما بيهجروا بالكلام وبيهجروا بالذنب ويتفخروا بيه. طب يعني ممكن بني آدم ده ما يكونش يتخيل الذنب ده، أو ممكن مش هيقدر يعمله. لما يلاقيك انت بتتفخر ممكن ان هو يعمله، يبقى انت كده أخدت الذنب كذا ذنب يعني. طيب، التوبة دي عبارة عن اول حاجة لازم اكون عرفت الذنب اللي انا بعمله، او الشهوة اللي انا بعملها، سواء كبيرة او صغيرة، او هي كبيرة وانا بستهون بيها، ولا هو صغير فبالتالي بكرره فيبقى بعد كده ذنب كبير. فمجرد ما معرفتك للذنب ده، خلاص ده حل المشكلة. لأن انا عرفت ذنبي فين او مشكلتي فين، فبحاول ان انا عليها اشتغل عليها. طيب، هل حال قلبك دوت ماله؟ هل هو ندمان بعد الذنب او الشهوة اللي هو عملها دي، ولا مش فارقة معاه، ولا مش حاسس اصلا ان هو عمل حاجة اصلا، او بيبرر لنفسه؟ طب اعمل ايه وقت ساعتها؟ والله لو قلبي واجعني وضميري ليا ضمير كده متأنب، احمد ربنا طبعا على الحاجة ديت، لان في ناس كتير قوي بتعمل ذنب وما عندهاش ضمير وما عندهاش ضمير بيتأنب. اعمل ايه وقت ساعتها بقى؟ استغفر ربنا، واحاول اقوم اتوضى واصلي ركعتين. استغفر ربنا، مفيش مثلا اتاحة للصلاة، او عندي ظروف، او عندي شغل، او عندي اي حاجة، استغفر ربنا. اطلع صدقات. لو مع كل ذنب يعني انا مش راضي عنه، او انا مش عايزاه ومش عايزة ارجع ليه تاني، واتبعته بحاجة حسنة، سواء بالصلاة او بالزكاة او بالاستغفار، مرة في مرة في مرة هتلاقي الشيطان اصلا زهق منك. هقولها وانا كل ما اجي مثلا اقول لها على ذنب معين تعمله، فلا ده بعديها تعمل عبادة اكبر منه ان هي تمحيه. فعشان كده ربنا وصانا بحاجة زي كده، والرسول، صح ولا لا؟ طيب، طب احاول ان انا مثلا في حاجه انا ممكن اسهي نفسي عن الشهوه. انت عارفه مثلا لما الشيطان بيجي يوسوس لك، او تحس ان خلاص الشهوه دي هتيجي، او انا عايزه اعملها، او جت في دماغي ان انا عايزه اعملها، او ان انا مثلا لما اكون عايزه اذي حد، او ممكن اعمل كذا حاجه. اسهي نفسي في تلفزيون، اسهي نفسي في تليفون، اتكلم مع حد، اكتب الذنب ده مثلا في ورقه وماسكاه مقطعاه ورمياه. استغفر ربنا، احاول اغير من مكاني، او اتوضى واصلي. طيب، التوبه ديت بقى ايه؟ التوبه ديت الى الله. يعني ايه التوبه ديت؟ ان انا اروح لربنا واتخلى عن سائر الذنوب والمعاصي، سواء ضعيفه او كتير، او انا شايفاها عادي يعني ما تعملش حاجه. لا، ده لو بنظره
واتوب الى ربنا وعدم الرجوع اليها، ومحاربة نفس من اجل الايه؟ من اجل رضا الله. وطبعا طالما رضينا ربنا اكيد ربنا هيرضينا. اتركت شيء عشان خاطر ربنا، فبالتالي ايه؟ هيبقى اكيد ربنا هيرضينا بالاحسن يعني. طب شروط التوبة ايه هي؟ شروط التوبة، شروط التوبة اللي هو الندم على ذنب، عمل الذنب نفسه. طيب تاني حاجة ترك الذنب، ان انا اسيبه عشان خاطر احنا ربنا طبعا كده كده يعني خلقنا، او يعني خلقنا عشان نعبده، عشان نغلط، عشان نستغفر، عشان ندخل بعد كده الجنة. وربنا ايه؟ ان هديناه الايه؟ السبيلين، اما شاكرا واما ايه؟ كفورا. يعني ربنا بيديكي الطريقين، وبراحتك بقى انت تختار طريق الخير ولا طريق الايه؟ الشر. تاني حاجة، اول حاجة الندم على الندم على عمل الذنب. تاني حاجة ترك الذنب. تالت حاجة العزم على عدم العودة على فعله مرة اخرى، ان انا اعزم ان انا بعد كده مش هعمل الذنب ده تاني، خلاص مش هقدر ارجع له تاني. رابع حاجة ارجاع الحقوق والنتائج المترتبة على الذنب ده. والله انا ممكن اكون بصيت لحد بصة وحشة، او كلمته وحشة، او اذيته نفسيا او جسديا او ماليا، اراجع كل حقوق لحقوقها. لابد ان كل انسان يراجع نفسه عما فعله من ذنوبه، ومحاولة تأنيب ايه؟ ضميره. لازم يصلح اللي بينه وبين ربنا، فبالتالي هيتصلح ما بينه وبين الايه؟ بين العباد. واخر كلمة انا عايزة اقولها، كان ليا مدرس في الثانوي، ربنا يديله طول العمر او يرحمه، قال انا عود نفسك قبل ما تنام 5 دقايق بينك وبين ربنا. انا عملت ايه النهارده؟ لو انا مظلوم افوض امري لله واقول الحمد لله ان انا كنت مظلوم النهارده، مش هبقى سلبي، لا، الحمد لله ان انا ما ظلمتش حد. طب لو انا ظلمت حد، احاول اراجع الامور لوضعها الطبيعي، مخاصم حد اصالحه. طب هو اللي بيعمل لي كذا كل ده، يعني طوبة لمن احمر وجهه في سبيل الله. طب افرض ان دلوقتي انا ما، يعني ايه طوبى لمن احمر وجهه في سبيل الله؟ اقول لك، يعني مثلا انا زعلت حد، فجيت اتصل بيه قلت له معلش ما تزعلش مني انا اسف مش عارفه ايه، لا يا عم انت بتعمل كده ليه، انا مش عايزه اعرفك تاني، راح قافل السكه. انا اتحرق دمي، اروح بقى اعمل واخلي؟ لا، ولا اي حاجه. امال ايه؟ انت كده بدأت بالصلح وبدأت بالصح عشان خاطر ربنا، ان انت يغفر لك ذنوبك، احسن ما تقف عند الصراط وياخد من حسناتك كلها، وربنا هيقول له استكفي حقك، خد حقك زي ما انت عايز، ياخد حسناتك وممكن ياخد من سيئاته ويحط على سيئات على ميزان سيئاتك انت. فما حدش فينا مستاهل الوقفة دي ولا هيقدر على الوقفة دي اصلا. فطوبى لمن احمر وجهه. احاول ابدأ بالصلح، استغفر ربنا كتير، حاول ان انت تصلح من نفسك وتصلح من عيشتك، عشان حتى على الاقل في وقت من الاوقات لو متنا نلاقي انه ربنا يرحمك او ربنا يرحمك، بدل ما يقول حسبي الله ونعم الوكيل، وبدل ما يقول يعني يدعي علينا دعوة ربنا يعافينا يا رب. احنا في وقت ساعتها بنشتاق يعني نفسنا في حسن الخاتمة، وبنشتاق لدعوة لحد يفتكرنا في القبور. يا رب اكون خفيفة عليكم النهاردة، ولو حسيتوا ان الكلام حبيتوه او استفدتوا منه اي استفادة، دعوة بظهر الغيب. وحابة ان انا اتكلم ادعي دعوة ختام كده، ويا رب يتقبل مننا جميعا. يا مالك الملك تؤتي الملك لمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير كله، رحمن الدنيا ورحيمهما. يا رب اغنيني بك عمن سواك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك. اللهم ارزقنا الستر والصحة وراحة البال وهدوء النفس والرضا والبركة في الرزق والصحة والأولاد. اللهم اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائنا.
اللهم قنا عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومسيخ الدجال. اللهم احسن ختامنا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي طرفة عيني. اللهم اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاءنا. كريم يا رسول الله والله أكرم، فهل من فقير بين الكريمين يحرم؟ يا رب ارزقنا حج بيتك الحرام يا رب، معجزة من عندك يا رب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.